منتجات التجميل الكورية اشتهرت جدا الفترة اللي فاتت، وده بسبب مفعولها القوي جدا وأسعارهم اللي تعتبر معقولة شوية. وواحد من المنتجات دي هي ويتش بيجي بور كنترول. طب ايه بقى مكونات وعيوب السيرم ده؟ وليه كل الناس بتسأل عنه وهتموت عليه؟ وليه حاطين صورة خنزير على العبوة؟ أول حاجة أحب أطمنك إن مكوناته ملهاش أي علاقة بالخنزير، وصورته اللي على العبوة عبارة عن رسم كرتون ملوش أي علاقة بالمكونات. السيرم بيرطب البشرة وفي نفس الوقت بيقلل حجم المسام وكمان بيقلل التجاعيد. طب هو بيعمل كل ده ازاي بقى؟ ده لأنه من مكوناته الهيالورونيك أسيد بتركيز 97%، واللي بيحافظ على شباب البشرة وبيديها نضارة وترطيب عميق جدا، فبيخلي البشرة مليانة، وده اللي بيقلل التجاعيد وخطوطه رفيعة، وفي نفس الوقت كمان بيخلي المسام أصغر وتقريبا مش باينة خالص. وكمان في النياسيناميد اللي بيقضي على البقع الغامقة وبيفتح البشرة، والألانتوين اللي بيحمي بشرتك من الالتهابات والاحمرار. طب ازاي بقى تستخدميه صح عشان تاخدي منه أكبر استفادة؟ أول حاجة طبعا هتغسلي وشك كويس، وبعدين تحطي 3 نقط من السيرم على ايدك وتوزعيهم على بشرتك بحركات دائرية، ولازم تستني من 5 ل10 دقايق قبل ما تستخدمي أي منتج تاني على بشرتك. السيرم حجمه 50 مللي، بس للأسف مفيش حاجة حلوة للآخر ولازم يطلع له عيوب، زي إنه مش سهل إنك تلاقيه في أي مكان أو أي صيدلية، وممكن كمان لو اشتريتيه من أي مكان يطلع مضروب مش الأصلي. وعشان كده الشركة عملت الحتة دي، بتقشريها ويطلعلك QR كود بتصوريه من موبايلك عشان تتأكدي إنه فعلا الأصلي. وكمان بسبب تركيز الهيالورونيك أسيد العالي اللي فيه، فالسيرم بيكون تقيل شوية وصعب توزيعه على وشك. بس بقى لو عايزة سيرم يديكي نفس مفعول حقنة الفيلر، فشوفي الفيديو ده عن سيرم يوسرين هيالورون فيلر، اللي هيديكي نضارة الفيلر من غير وجع الحقن وبفلوس أقل بكتير. ولحد ما أشوفك في الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.